برا المألوف مش بس كلام، دي رحلة بتكشف لنا معاني وبتفتح الأبواب. كل فكرة حرة وكل صوت له جواب. أهلا وسهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست برا المألوف. حكايتنا النهاردة عن التشابهات والصدف، استلهمتها من مثلنا الجميل يخلق من الشبه 40. المثل ده اللي كر الخيط لحد ما وصلني لنقطة بعيدة هناقشها معاكم دلوقتي. كلنا بنقول المثل بتاع يخلق من الشبه 40 لما بنشوف شخص شبه شخص نعرفه جدا في ملامح الوش. بس لما بيتقال المثل ده بيثير جوايا فضول، هو فعلا في 40 شخص في العالم شبهك بنفس الملامح نفس الابتسامة وكل حاجة، ولا ده تعبير مجازي طلع كده وخلاص؟ لو فكرنا بشكل علمي هنلاقي إن العلماء بيقولوا إن التشابه ده وارد جدا يحصل، لأنه في العالم أكتر من 8 مليار بني آدم. يعني ممكن فعلا تلاقي حد شبهك، أو حتى حد في بلد تانية شكله نسخة منك، وده اللي بيسموه الدوبلغنجر أو التوأم الغريب. الدوبلغنجر هو مصطلح ألماني الأصل، معناه حرفياً المرافق المزدوج أو الشبيه المزدوج. يشير المصطلح ده إلى فكرة وجود شخص آخر في العالم شبهك تماماً في الملامح بشكل غير طبيعي، رغم إنه مفيش بينكم أي صلة قرابة أو معرفة. ظهر المصطلح ده لأول مرة في الأدب والأساطير الألمانية في القرن ال19، وكان بيعتقد قديماً إن رؤية الشبيه بتاعك معناها نذير شؤم أو علامة لحدوث شيء سيء. يعني مثلا في الثقافة الإسكندنافية بيفسروه كنوع من التحذير أو التنبؤ بشيء سيحدث قريبا. أما في الثقافة اليابانية رؤية شبيهك قد تشير إلى اختلال في توازن الروح، وده هيجيب حظ سيء. بينما في الثقافات العربية لما بتشوف شبيهك معناه إنك أنت شفت قرينك أو الجن بتاعك، وده شيء بيخوف. في قصص كتيرة لأشخاص التقوا بتوأمهم الغريب، زي اللقاء اللي حصل في الطيارة في 2015 لما شاف نيل دوغلاس شبيهه روبرت ستينلغ على متن طائرة متجهة من لندن إلى غلواي. المفاجأة كانت إنهم بيشبهوا بعض جدا، لدرجة إن الركاب وطاقم الطائرة كانوا في حالة دهشة. اتصوروا سوا لتوثيق اللحظة، هتلاقوا صورة عندي على صفحة الانستجرام عشان تشوفوا التشابه اللي مش طبيعي بينهم. الموضوع موقفش عند التشابه صدفة وبس. في نتائج نشرتها مجلة سيل ريبورتس بتقول إن الأشخاص المتشابهين بيحملوا نفس الجينات رغم عدم وجود صلة قرابة بينهم، بغض النظر بقى عن أجناسهم وقوميتهم. يعني هتلاقيهم مش بس متشابهين في الشكل، ده كمان في الوزن، نمط الحياة، سمات سلوكية زي مستوى التعليم أو التدخين مثلاً. وده معناه إن الاختلاف الجيني مرتبط بالمظهر الجسدي، وقد يؤثر أيضاً على بعض العادات والسلوك. بيقول الكاتب الروسي ميخائيل بولفاكوف في كتابه الشهير المعلم ومارغريتا: أشباهك الأربعون ليسوا بالضرورة من البشر، ربما قصائد، نصوص، اقتباسات أو أبطال في روايات. كلمات ميخائيل بتفتح باب جديد للتفكير في مفهوم التشابه. يعني مش كل أشباهنا لازم يكونوا بشر بملامح وشخصيات، يعني ممكن تكون أشباهنا أفكار أو كلمات قريناها، أبطال روايات شفنا نفسنا فيهم، أو حتى مقطوعات موسيقية وصور فنية. لو فكرنا في كلام ميخائيل هنلاقي إن التشابه ممكن يكون على مستوى أعمق من المظهر الخارجي. يعني مثلاً لما تقرأ رواية بتحس إن البطل فيها بيعبر عن مشاعرك الداخلية، أو كأن حياته مرآة لحياتك. أو لما تقع عينك على نص شعري بيعبر عن أفكار كنت بتحاول تشرحها لنفسك من زمان. أو حتى في الأبطال الخياليين زي هاملت أو روميو وجولييت، في ناس كتير ممكن تحس إنهم أشبههم في المواقف أو في الصراعات. طب سيبكم من التشابهات وخلينا نسأل سؤال تاني اللي بنقول فيه استنى، أنا عشت اللحظة دي قبل كده. أكيد حصل مع ناس كتير ويمكن كلنا إن إحنا حسينا إن إحنا عشنا الموقف واللحظة دي قبل كده. ده بقى اللي بنسميه ديجافو، وهو مصطلح فرنسي يعني حرفياً معناه شوهد من قبل. وهي ظاهرة نفسية غامضة بتحصل لما بيشعر الإنسان بإنه عاش أو اختبر موقف معين قبل كده، رغم إنه عارف تماماً إن الموقف ده جديد وما حصلوش قبل كده. طب ليه بنحس الإحساس ده؟ سببه خلل في معالجة الذاكرة.
العلماء بيعتقدوا إن الديجافو بيحصل لما يختلط في الدماغ إدراك اللحظة الحالية بذاكرة قديمة شبيهة، فده بيخلق شعور وهمي بإنك افتكرت الموقف، وده بيكون نتيجة خلل بسيط في التواصل بين الفصوص الدماغية المسؤولة عن تخزين الذاكرة والإحساس اللحظي. وفي بعض الأحيان بيقوم الدماغ بتخزين ما تراه في الحاضر كذاكرة طويلة المدى بدلاً من ذاكرة قصيرة المدى، والخلط ده بيخلق شعور بإنك شفت أو عشت الموقف قبل كده. وفي نظرية بتقول إن الديجافو ممكن يكون نتيجة لتجارب أحلام سابقة، يعني شفت مشهد مشابه في الحلم فلما تشوفه في الواقع بتحس إنه مألوف. وممكن يكون كمان الديجافو انعكاس لحالة عقلية معينة زي إنك تعبان أو متوتر، وفي الحالات دي بيصبح الدماغ أكثر عرضة لخلط المعلومات الجديدة مع الذكريات القديمة. وأخيراً، في بعض الدراسات بتقول إن هناك أشخاص عندهم قابلية جينية للشعور بالديجافو بشكل متكرر أكتر من غيرهم، ودول بقى الله يعينهم على حياتهم إنهم كل شوية حاسين إنهم شافوها قبل كده وهي كلها مجرد مشاعر وهمية. وفي النهاية اللي عايزة أقوله، سواء كان التشابه بين الأشخاص أو إحساس الديجافو اللي بيخلينا نفكر في المواقف اللي شفناها قبل كده، كلها حاجات بتخلينا نسأل: هل العالم ده مليان صدف ولا في شيء أعمق بنعيشه بس مش بنفهمه؟ لحد هنا خلصت حكايتنا النهاردة. هستناكم تحكولي وتقولولي إذا شفتوا حد من أشباهكم 40 ولا لسه. أنا عن نفسي لسه ما قابلتش، مع إن في ناس كتيرة بتقولي إن أنتي شبه فلانة أو علانة، وبفضل أقول لهم يا جماعة بعتولي صورتها عشان عايزة أشوف فعلا هو إحنا متشابهين ولا مجرد كلام. بس بالنسبة للديجافو فبيحصل معايا، مش كتير بس بتحصل معايا، إن أنا بحس إني مريت بهذا الموقف قبل كده. تقدروا تتواصلوا معايا وتحكولي أكتر على صفحة الإنستغرام podcastby_dream. استنوني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.